صباح الخير. في البداية حكاية المحترف اللي جاي له عرض كبير جدا لكن ناديه بيعمل لعبة علشان ما يمشيش. والنقطة الأهم النهاردة إنه إزاي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام البرتغالي هيعمل صدمة لاتحاد الكرة خلال الأيام القليلة القادمة. كمان إيه اللي هيحصل في تعيينات المديرين الفنيين أو الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين المفترض إنها تتعين قبل نهاية الأسبوع الحالي. تفاصيل كتير، لكن في البداية فاكرين طبعا بلال مظهر، مهاجم باناثينايكوس اليوناني، ابن مظهر عبد الرحمن لاعب موناكو الفرنسي السابق ومنتخب مصر ونادي المقاولين العرب. يمكن من فترة قريبة فابريزيو رومانو الصحفي الشهير عمل تويتة وكتب انه بلال مظهر عنده 3 عروض كبيرة من أندية أوروبية، من سويسرا، بلجيكا، من فرنسا، مهتمة بالتعاقد معاه. الحقيقة انه التفاصيل كتير، واللي لسه ما فابريزيو رومانو ما اتكلمش عليه ولا يعرفه انه كان في خلال الساعات اللي فاتت عرض من اكبر الاندية الفرنسية، احد اكبر الاندية الفرنسية، عرض رسمي وصل نادي باناثينايكوس اليوناني للتعاقد مع بلال مظهر. كان بلال مظهر الموسم اللي فات واحد من المواسم العظيمة بالنسبة له، انه توج بلقب هداف دوري ابطال اوروبا للشباب، صعد لفريق باناثينايكوس الفريق الاول، بيلعب مع الفريق التاني وسجل اهداف، سجل اهداف كتير الموسم اللي فات. والحقيقة هو من اول ما انضم لنادي باناثينايكوس اليوناني وهو بيقدم مباريات كبيرة وبيعمل نتائج حلوة، وخد الدوري اليوناني للشباب مع باناثينايكوس وخد هداف الدوري، سجل 21 جول في 20 ماتش، يعني ارقامه كلها قويه. الحقيقه اتبسطت جدا لما شفت انه منتخب مصر الاولمبي قرر استدعاء كمان بلال مظهر للمعسكر اللي جاي، ومعايا طبعا عمر فايد اللي انتقل لفنربخش التركي، معاه كمان مصطفى اشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الالماني. الحقيقة التفاصيل الخاصة بالعرض انه احد اكبر الاندية في الدوري الفرنسي ارسل عرض رسمي لنادي باناثينايكوس، بما ان عقد بلال مظهر ينتهي مع باناثينايكوس اليوناني بنهاية الموسم اللي جاي، يعني في يناير اللي جاي بلال فري يقدر يوقع مع اي فريق. الحقيقة العرض وصل لنادي باناثينايكوس. نادي باناثينايكوس رد بانه عاوز مبلغ تقريبا 3 اضعاف او 4 اضعاف المبلغ اللي عرضه النادي الفرنسي الكبير للتعاقد مع بلال مظهر، لانه في النهايه باقيله يعتبر يعني 3 شهور في العقد ويقدر يوقع بقى في يناير مجانا. ليه باناثينايكوس بيرفض العرض او بيحاول يعطل خروج بلال مظهر؟ لانه بلال مظهر عمل شعبيه جيده مع جمهور باناثينايكوس اليوناني، وفي نفس الوقت مش بس مساله الشعبيه، انه نادي باناثينايكوس شايف انه لازم يضغط على بلال مظهر علشان يجبره على تجديد عقده ويقدر بعد سنه او سنتين يبيعه بمبلغ ضخم في اوروبا، لانه عليه كلام كتير من انديه كبيره، من الدوري السويسري، الدوري البلجيكي، الدوري الفرنسي. حقيقة انه بلال مظهر من اللعيبة اللي اتمنى ان احنا نستفيد منهم، بما اننا عندنا ازمة في مركز المهاجم. بنشوف مفيش غير مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي هو اللي موجود اساسي في منتخب مصر طول الفترة اللي فاتت تقريبا، وبالتالي احنا محتاجين فراودة. الكرة المصرية عندها ازمة فراودة. اللي الناس ما تعرفوش برضو انه ايفان ايفانوفيتش المدير الفني لباناثينايكوس هو صربي. الراجل ده من نوعية المدربين اللي بيعتمد على اللعيبة اصحاب الخبرات، اللعيبة الكبار في السن. لو بصيت على تشكيل باناثينايكوس في المباراة اللي فاتت مثلا في تصفيات دوري ابطال اوروبا كانت مع مارسيليا الفرنسي، انه التشكيل بتاعه في تقريبا 6 لاعبين فوق ال 30 سنه. اكبر لعيب بعد كده تقريبا عنده 26 سنه، وما عندوش غير لاعب واحد عنده 22 سنه، ده مضطر له لانه مدافع. لكن باقي التشكيل معظمهم اكتر من 6 او 7 لاعبين فوق ال 30. ويمكن ده انا متعود عليه في الدوري اليوناني، بشوفه كتير. يعني حتى مع باوك في وقت من الاوقات كان راسفان لوشيسكو بيعتمد على مجموعه لاعبين معظمهم فوق ال 27 وال 28 سنه، معدل الاعمار بيبقى كبير، بيحبوا يعتمدوا على اللعيبه الخبرات. لانه بلال مظهر تم تصعيده الفريق الاول وعمل فتره الاعداد مع الفريق الاول لباناثينايكوس في النمسا، لكن ما كانش موجود في المباريات. ومن هنا إدارة نادي باناثينايكوس اليوناني بتحاول توعد بانه بلال مظهر هيشارك وهيكون موجود مع الفريق الاول في الدوري في الموسم الجديد، لكن مش قادرين يضغطوا على المدرب انه يغير سياسته. لانه المدرب ماشي كويس، خد معاهم كاس اليونان الموسم اللي قبل اللي فات ده وخد احسن مدرب في اليونان وبيقدم نتائج كويسه. ودلوقتي باقي له مباراه بكره مع سبورتنج براجا البرتغالي، الذهاب، وبعد كده العوده. لو كسب يصعد لدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.
فمن هنا الموقف المعقد لموضوع انتقال بلال مظهر او اتمام الصفقه. الحقيقه انا بتمنى ان اشوف بلال مظهر بره بناثينايكوس اليوناني، بره الدوري اليوناني، يروح احد الفرق الكبيره، لانه يعني العرض اللي جاله خلال الساعات اللي فاتت عرض جيد جدا، ونادي اسمه كبير في فرنسا. كمان ليه فرنسا تحديدا؟ لانه على فكره بلال مظهر بيحمل الجنسيه المصريه والفرنسيه، لكن كانت رغبته ورغبه والده هما الاثنين الحقيقه، واعلنوها قبل كده كذا مره انه بلال مش هيلعب لمنتخب فرنسا، رغم انه كان في محاولات لانه يتواجد مع منتخب فرنسا للشباب. لكن في النهايه بلال مظهر هيمثل منتخب مصر، تم استدعائه للمنتخب الاولمبي، واتمنى كمان بعد كده انه يكون موجود في المنتخب الاول. وحسب معلوماتي كمان ان فيتوريا اتكلم معاه قبل كده. الموقف اعتقد معقد شويه، وفكره انه ينتقل من باناثينايكوس اليوناني لاحد الانديه الاخرى في دوري مختلف خلال الفتره اللي جايه هيكون فيها نوع من الشد والجذب ما بين اداره النادي اليوناني وما بين الانديه اللي بتحاول تتعاقد مع بلال مظهر. النقطه الثانيه والمهمه، مدربين المنتخبات الوطنيه. المفترض انه في اجتماع في اتحاد الكوره يوم 24، يعني على يوم الخميس، لتعيين الاجهزه الفنيه لمنتخبات شباب والناشئين. الحقيقه منتخبات شباب والناشئين مهمله جدا بقالها فتره طويله هي من غير اجهزه فنيه، مفيش اي تحضير، مفيش اي اختيارات. لكن اتحاد الكوره بيفكر عنده اتنين سيناريو حاططهم. السيناريو الاول انه هيعتمد على المدربين اللي حصلوا على الرخصه ايه، يعني مثلا وائل رياض شيتوس، مع حفظ الالقاب بقى الكباتن الكبار، يعني وائل رياض شيتوس، كابتن خالد جلال برضو، اعتقد انه في كابتن عادل مصطفى كمان في الخطة، في بعض الاسماء التانية زي كابتن سيد معوض. يعني مجموعة اسماء مرشحين ان هم يكونوا موجودين على رأس الادارة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين. وفي نفس التوقيت كان في اقتراح كده ان كابتن خالد جلال يتولى منصب المدير الفني لمنتخب المحليين اللي مش مكتوب له انه يبقى موجود في مصر. لكن الحقيقه انه الحاج عامر حسين وقد الخطه من بدري، لانه قال مفيش اي يعني منفذ ولا اي حتى ميعاد يتجمع فيه منتخب محليين، انه البطولات والارتباطات بتاعت الانديه والمنتخبات خلال الموسم اللي جاي مش هتدي فرصه لوجود منتخب محليين. السيناريو التاني اللي عامله اتحاد الكوره انه بيفكر يعني يوفر فلوس، وبيحاول انه، او يعني بيتكلموا كده فكره كانوا اتكلموا فيها ان هم يقنعوا فيتوريا وميكالي ان هم يشرفوا على منتخبات الشباب والناشئين كمان. الحقيقه الفكره دي غريبه جدا. يعني انت عندك ميكالي مشغول بالتحضير لاولمبياد باريس 2024، وفي نفس الوقت فيتوريا عنده افريقيا، عنده تصفيات كاس عالم، بيشرفوا على منتخبات ايه يا جماعه؟ يعني ده كلام غير منطقي. المنطقي ان انت تعتمد على الكوادر الشابة اللي تقدر انها آه، تقدم حاجة الفترة اللي جاية، ويكون عندهم خبرة في المنتخبات. عندك كابتن وائل رياض شيتوس، كابتن محمد شوقي، المجموعة اللي اشتغلت مع المنتخبات، بخلاف الناس اللي عندها نوع من انواع التطور تقدر تأدي وتقدم حاجة. النقطة الأهم، يعني لما تبص على اتحاد الكورة، يعني مثلا ما فيهوش مدير فني لاتحاد الكورة لحد دلوقتي، وفي خناقة لطيفة على الموضوع ده. لكن بص على الاتحاد الالماني بيعمل ايه. الاتحاد الالماني عمل تكنيكال دايركتور، يعني مدرب منتخب تحت 20 سنه، اللي هو هانس وولف. آه، لو في مصر هنا فكر كده، مثلا لو جم فجاه قالوا وائل رياض شيتوس هو يبقى المدير الفني لاتحاد الكوره، تلاقي الدنيا قامت وما قعدتش. هي الفكره مش في الاسم ولا في السن، الفكره في الخبرات، وهل ممكن يفيد ويطور في المكان او لا. فبالتالي اتحاد الكرة المفروض يبقى عنده نوع من انواع التفكير المنطقي. انا مش عايز حاجة اوت اوف ذا بوكس، يعني انا بكلمك ان التفكير المنطقي بتاع الكورة، ان انت لما تختار مدربين تبقى ما بتكررش الفشل بتاع زمان، ان انت تختار مدربين عندهم قدرة ان هم يقدموا حاجة. النقطة الثالثة والمهمة قوي، انه فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام البرتغالي قرر يصدم اتحاد الكورة خلال الساعات اللي فاتت، او خلال الايام اللي فاتت. عشان ابقى دقيق في الكلام، ظهرت اخبار كتير ان فيتور ميلو بيريرا هيمشي، احنا هنجيب رئيس لجنة حكام مصري، وان احنا الراجل ما طورش حاجة. تسريبات كلها طلعت من اتحاد الكورة. الحقيقة ان دي كانت يعني لو نقدر نقول هي كانت رغبة احد اعضاء رابطة الاندية. وبالمناسبة كان في خناقة عليه ان هو ازاي اتحاد الكورة يرشحه لعضوية الرابطة ويطلع يهاجم اتحاد الكورة اللي هو ايه اللي مرشحه اصلا، يعني يطلع يهاجم بقى لجنة الحكام ويهاجم فيتور ميلو بيريرا. لكن القرار اللي خده فيتور ميلو بيريرا انه مستمر حتى نهاية عقده. ده اولا.
النقطة التانية والأهم إن فيتور ميلو بيريرا هيكون مسؤول مسؤولية كاملة عن تعيين الحكام في الدوري الممتاز وفي دوري القسم التاني الموسم اللي جاي. يعني التعيينات اللي كانت بالأونطة في المواسم اللي فاتت مش هتحصل تاني. الراجل هيعين بنفسه، هيعمل مجموعة حكام للدوري الممتاز، مجموعة حكام تانية للقسم التاني، وهيشرف عليهم بشكل مباشر وهو اللي هيختار التعيينات. بخلاف انه فيتور ميلو بيريرا قرر اجراء تعديلات على تشكيل لجنة الحكام وعلى المعاونين له في اللجنة. ويمكن ده اللي هيزعل منه اعضاء اتحاد الكوره. اتحاد الكوره برضو يعني كل واحد له حد في لجنه الحكام هيبقى زعلان عليه، لكن في النهايه انا شايف انه لابد ان يحصل فيتور ميلو بيريرا على فرصته كامله في اداره لجنه الحكام، وانه محدش يتدخل في قراراته. احنا شفنا كلاتنبرج قبل ما يمشي قال ان كان في تدخلات وانه تم تعيين حكم مكان حكم، وكان في قصه مش وقتها ان احنا نحكيها دلوقتي. لكن انا شايف انه فيتور ميلو بيريرا لازم يستمر، لازم ياخد فرصته كامله في اداره لجنه الحكام. كفايه الاربع شهور او الخمس شهور اللي قعدهم، ما يعني قعدهم في مصر وبيقبض، ولمجرد انه بيتابع وبيشوف اللي بيحصل. يمكن اتحاد الكرة زعل منه لما طلع بيسألوه في التلفزيون انت شايف تقييمك ايه للسنة اللي فاتت في التحكيم، قال لهم كانت سلطة، علشان في 200 حكم رايحين جايين محدش عارف مين دوري ممتاز من مين درجة تانية، كله بيحكم وخلاص. لكن الحقيقه الراجل ما قالش حاجه غلط، الراجل قال الحقيقه. دلوقتي فيتور ميلو بيريرا هو سيد قراره في لجنه الحكام. نتمنى ان ما تتعملش عليه مؤامره في اتحاد الكره علشان يمشي، الراجل ياخد فرصته ويشتغل ويقدم اللي عنده، وبعد كده نبقى نقيم التجربه. لكن ما يبقاش انه من تحت لتحت كده، لا اصل احنا هنجيب واحد مصري، لا اصل ما طورش الحكام. لما تبقوا تسيبوه يشتغل ابقوا اتكلموا بعد كده وقولوا طور او ما طورش. لكن كلاتنبرج كان بيشتغل وكان عامل لكم صداع طول الوقت، فانتوا ما صدقتوا ان الراجل طفش. اتمنى ان ده ما يحصلش الموسم اللي جاي، وان احنا نشوف موسم هادئ تحكيميا، ما يبقاش فيه اخطاء كتير، ما يبقاش فيه مشاكل كتير عكس اللي شفناها في الموسم اللي فات والموسم اللي قبله واللي قبله. بالتوفيق ان شاء الله.